أسألكم بالله يا جماعة، لو مثلا انحطت قدامك أكلة واللي سوى هذه الأكلة قبل لا يحطها قال لك ترى هذه الأكلة تسبب لك أمراض، تدمر جهازك العصبي ولا تدمر لك القلب، حتاكل منها شيء؟ حتى لو بعد 10 سنين حتدمر لك، حتاكل؟ طيب لما تدخل البقالة وتشوف هذا المنظر، التدخين يحرق أعضاء الجسد بأكثر من 25 مرض، بما في ذلك السرطان والأمراض القلبية. كيف يجي لك نفس تشتري؟ يا لطيف. المنظر حق اليد المحروقة هذا لحاله يسد النفس. شوف كيف التدخين يحرق أعضاء الجسد بأكثر من 25 مرض. يعني إلى متى؟ إلى متى وأنت عارف إنه حيكون نهايتك بسببه؟ هم كاتبين، هم اللي صنعوه، هم كاتبين. يا أحبابنا ويا إخواننا ويا غالين علينا يا مدخنين، في منكم اللي أب وفي منكم اللي ابن وفي منكم اللي أخ. إلى متى؟ إلى متى وأنتم شايفين إنه هذا يمرضكم وتدخن؟ اترك الدخان علشان أحبابك بس، إذا ممكن عشان نفسك. لا تقول لي ادعيني بالهداية وتصرفني وتقول لي إن شاء الله بتوب. إن شاء الله ندعي لك بالهداية وادعي لنفسك بالهداية، هذا أمر طيب. لكن عمرك شفت واحد يكون تحت المروش ويقول يا رب نشفني؟ لازم بذل وإصرار وعزيمة منك. وكم ناس لهم سنين في هذا البلاء ومع ذلك عزموا وتوكلوا على الله وفي لحظة انتهوا منه وتوفقوا. بنزل مقطع الدخان هذا على اليوتيوب وباكم تحملوه وانشروه على أوسع نطاق، لعل الله يهدي واحد من المدخنين بهذا المقطع. انشر تؤجر.